السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيان بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني قبل 100 سنة في 1 يوليو عام 1921. أسس الحزب الشيوعي الصيني من قبل لي داجاو في مدينة شانغهاي الصينية، واليوم تقام الاحتفالات في الصين بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه. ولكن عندما ننظر إلى تاريخ الحزب الشيوعي منذ تأسيسه قبل 100 عام نلاحظ أنه قد احتل دولا عديدة مثل تركستان الشرقية ومنغوليا الداخلية ومنشوريا والتبت، إلى جانب تسبب الحزب الشيوعي في مقتل أكثر من 6 ملايين شخص بسبب خوضه للحروب مثل الحرب الأهلية الصينية ما بين 1927 و 1949، والحرب الكورية ما بين 1950 و 1953، والصراع الحدودي الصيني السوفيتي عام 1969، والحرب الفيتنامي ما بين 1955 و 1975، والحرب الهندي الصيني عام 1962، إضافة إلى قتل 30 و 80 مليون من الأبرياء لأسباب مختلفة خلال فترة ماو التي تمتد من 1949 إلى 1976. والعدد الإجمالي للأشخاص الذين قتلوا على يد الحزب الشيوعي أكثر من القتلى في الحرب العالمية الثانية. عام 2013 أعلن الحزب الشيوعي الصيني الذي ارتكب جرائم القتل والاحتلال وغيره عن مشروع الحزام والطريق كبداية للانفتاح على العالم. ومن أجل تحقيق هذا المشروع بدأت الصين في عمليات التطهير العرقي للشعب التركستاني، سواء بالقتل أو السجن أو غيره من سبل الإبادة الجماعية. ولتحقيق خطة التطهير العرقي فتحت معسكرات الاعتقالات وأجبرت الشعب التركستاني على مشروع الأسرة الشقيقة المزعومة، وحرمت الأطفال من المودة الأسرية، وعقمت الآلاف من نساء تركستان الشرقية. وهذه الجرائم الصينية تسببت في انخفاض عدد سكان تركستان الشرقية بنحو 2 نسمة في العامين الماضيين. وتلك الجرائم التي ارتكبته الصين في تركستان الشرقية ضد الإنسانية أثارت قلقاً دولياً نوعاً ما على قضية تركستان الشرقية. ونتيجة لذلك اعترفت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وليتوانيا وبلجيكا وكندا وهولندا بما حدث في تركستان الشرقية على أنه إبادة جماعية. تعتقد الصين أنها قامت بالخطوات الأخيرة لإبادة شعب تركستان الشرقية بهذه الجرائم ضد الإنسانية، ولكن شعب تركستان الشرقية الذي لم تستطع الصين القضاء عليه في تاريخهم الممتد على مدى 40 قرناً من الزمن سيستمرون في مقاومتهم ونضالهم المحق حتى يقيموا دولتهم المستقلة على أراضيهم التاريخية. ونحن بصفتنا أعضاء حركة الجيل الجديد لتركستان الشرقية ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصيني الشيوعي في تركستان الشرقية بشكل عاجل. ونحن بصفتنا أعضاء حركة الجيل الجديد لتركستان الشرقية ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصيني الشيوعي في تركستان الشرقية بشكل عاجل. وندعو العالم الإسلامي والعالم الحر أيضاً بدعم الشعب التركستاني وعدم تركهم وحيداً في قضيتهم العادلة.
ونطالب العالم باتخاذ الموقف الحاسم ضد الظلم بمقاطعة الصين التي ترتكب الجرائم ضد الإنسانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.